صباح الخير ومساء عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. بصوا، هو في العادي بعمل كده زي مثال صغير على كل موبايل بتكلم عليه قبل ما نخش في الريفيو، ولكن احنا بنتكلم على الايفون 12 برو، اقوى موبايل من شركه ابل لغايه السنه اللي جايه، لغايه ما يبقى فيه ايفون 13 مثلا، او وات ايفر الايفون الجاي هيكون اسمه ايه. فانا بصراحه مش لاقي مثل او كلام اقوله، ولكن اكتر جمله فعلا انا بقولها المره دي من قلبي ان دوت اكتر موبايل انا كنت متوقع منه حاجات ولقيت منه حاجات تانية بصراحة. النهاردة وبعد شهر من الاستخدام اخيرا هنعمل الريفيو بتاعت الايفون 12 برو. يلا بينا. طيب قبل ما نتكلم عن اي حاجه ولا حتى التصميم، عايز بس اقول لكم ان الريفيو ديت هتكون مختلفه شويه عن بقيه المراجعات اللي انا بعملها عموما. ليه؟ لان الموبايل دوت مختلف عن بقيه الموبايلات اللي انا بعمل لها ريفيو. معظم الموبايلات اللي بنعمل لها ريفيو اذا كان فلاج شيب او ميد رينج او موبايل رخيص معظمهم بيبقوا اندرويد، ولكن ده موبايل اي او اس من شركه ابل، وده بياخده في حته تانية خالص. مش بياخده في حته تانية يعني دوت احسن موبايل والباقي تحت ولا حاجه، لا خالص. بس يعني الموبايل دوت مش هنتكلم عليه كارقام قوي، لان شركه ابل نفسها مش بتقدمه كارقام. شركه ابل على طول بتقدم الارقام بتاعتها والحاجات ديت كتجربه. يعني كمثال عندنا هنا الكاميرا 12 ميجا بكسل بس، ولكن هي واحده من احلى الكاميرات اللي انا مسكتها في حياتي، بمقارنه ان الموبايلات اللي بتبقى في الميد رينج اصلا بتاعت الاندرويد بتبقى 64 ميجا بكسل وارقام ضخمه جدا. فابل مش بتقدم ارقام على قد ما هي بتقدم تجربه استخدام جامده جدا. طبعا في ناس كتير تعرف الجزء دوت، ولكن اكيد في ناس اكتر برضو ما تعرفش، فقلت افرش لكم الجزئيه ديت عشان تكونوا فاهمين كل حته في الريفيو. لما يكون في ارقام قليله ده طبيعي في شركه ابل وفي موبايلات الايفون، احنا بناخد تجربه استخدام مش ارقام على الورق. طيب خلينا كده نبدا باول حاجه وهو التصميم. الايفون 12 برو لسه ماشي على نفس الخطى بتاعه الايفون 11 برو بالنسبه للتصميم، ولكن انحرف حاجه بسيطه كده جدا. فالموبايل من ورا لسه برضو بيتجمع بين اكتر حاجتين انا بحبهم، الازاز والصنفره. يعني انا بحب جدا البلاستيك المصنفر، فهنا عندنا ازاز ومصنفر في نفس الوقت، نفس طبعا اللي كان موجود في الايفون 11 برو وانا كنت حابه جدا. السنه دي عندنا اللون الازرق دوت، النيفي بلو، واكيد ما دام انت بتتفرج على الريفيو ديت فانت اكيد عارف ان اللون دوت طلع كده من فتره، واللي هو لون جامد جدا بالنسبه لي. اصلا بحب الكحليات، فاللون دوت بالنسبه لي روش جدا. فغالبا الموبايل من ورا هو يعني لسه عندنا الزجاج المصنفر مع لوجو ابل بقى اللي مش معمول من ازاز مصنفر، معمول كده من ازاز عاكس، والكاميرات جوه المربع اللي برضو معمول من ازاز عاكس. فبالنسبه لي الديزاين لسه محتفظ بالبريميوم كواليتي بتاعته والشكل الجذاب، مع اضافه لون برضو روش جدا من وجهه نظري. ولكن بقى الحاجه اللي اتغيرت هنا هو تصميم الاطار بتاع الموبايل. ابل رجعت كده خطوتين لورا لايام الايفون 4 والايفون 5 وال5 اس، ورجعت الحواف والاطار بتاع الموبايل لشكل المربع او شكل مستطيل تاني، بدل من الجناب اللي موجوده في اي موبايل عادي اللي بتكون شبه بيضاويه كده. فدي بالنسبه لناس كتير بصراحه مسكوا الموبايل دوت قالوا لي لا الماسكه مش مريحه يا جورج، لكن انا بالنسبه لي يعني طول ما انا ماسك الموبايل لا مش حاسس اللي هو مضايقني خالص. ولكن مثلا لما تيجي تعمل بالموبايل كده مثلا حركه شبه كده فانت اكيد عظمك بيوجعك، لان الحواف بتاعت الموبايل شارب قوي. ولكن انا وماسك الموبايل بكون ماسكه كده عادي، فمش شايف اي مشكله بالنسبه للمسكه بتاعه الموبايل. ولكن ممكن تواجه مشكله في مسكه الايفون 12 برو ماكس، لانه طبعا حجمه اكبر من دوت. الجناب المسطحه دي صحت تصاميم الايفون 4 والايفون 5 من مود تاني. بالنسبه لبعض الناس هي شكلها حلو ولكن جايه على حساب الراحه. بالنسبه لي انا كجورج بصراحه هي شكلها لطيف جدا ومش جايه قوي على حساب الراحه بتاعتي. عادي انا ماسك الموبايل ولسه مستمتع. ولكن زي ما قلت ممكن يكون عندك مشكله بقى في الموبايلات الكبيره الايفون 12 برو ماكس، لان اصلا الايفون 12 برو العادي اللي هو دوت بيجي بحجم اكبر من الايفون 11 برو بتاع السنه اللي فاتت، والايفون 12 برو ماكس بيجي بحجم اكبر برضه من الايفون 11 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت. فانت لازم تعمل حسابك ان الموبايلات اصلا السيريس كلها كبرت عن السنه اللي فاتت، فانت ممكن فعلا النسخه الكبيره تعمل لك مشكله وانت ماسكها في ايدك. وعلى فكره ده السبب الرئيسي اللي خلاني ما اجيبش الايفون 12 برو ماكس بالمناسبه برضه، عشان انا ما بحبش الموبايلات الكبيره، بستلطف الموبايلات مثلا حجمها كده مش كبير قوي او الموبايلات الصغيره اكتر. ولكن خلينا نتفق ان حركه الجناب ديت مش حركه موفقه قوي من ابل، لان في ناس دلوقتي بقت راضيه عن الحركه ديت وناس مش راضيه، على عكس السنه اللي فاتت كان معظم الناس عادي ما عندهمش مشكله مع مسكه الموبايل. ولكن مش بس عشان مسكه الموبايل، ولكن كمان بالنسبه لي اوحش حاجه في التصميم هي الجناب
عشان بتتوسخ بسرعه جدا. انت فعليا لو شلت الموبايل من جراب ومسكته لمده 5 ثواني هتلاقي الجناب كلها بقى شكلها غريب كده، وشكلها مش نضيف نهائي، وشكلها مش شيك ولا يليق بموبايل غالي شبه الايفون 12 برو. ده لان اللون اللي بيكون موجود من الجنب هو مش لون مطفي، هو لون لميع على عكس الظهر بتاع الموبايل. في الايفون 12 بقى العادي بيجوا العكس، الظهر لميع والجناب بتاعه الموبايل معموله من لون كده مط، فبالتالي مش بيتوسخ بسرعه. فبصراحه نقطه الجناب بتاعه الموبايل ديت فعلا مش لطيفه خالص. انت كل شويه تمسك الموبايل بتاعك تلاقيه مش نضيف من الجناب كده، لازم كل شويه تقعد تمسحه وبتاع. نقطه يعني حقيقي بتبوخ قوي شكل الموبايل وانا ماسكه. مش بس النقطه ديت، ده على قد ان الموبايل فعلا هو قوي وبيستحمل وقعات على حسب الفيديوهات اللي انا شفتها له، ورغم ان الفريم كله معمول من الومنيوم وديت حاجه قويه وتدي يعني صلابه للموبايل، وفعلا الموبايل وقع مني كذا مره او مرتين بس ما حصلوش اي حاجه، ولكن الفريم بيتخربش. وهو ما اتخربش من الوقعه، هو يعني انا فجاه كده صحيت من النوم ببص لقيته متخربش كده، حاجه بسيطه جدا، اللون متشال من على الفريم من الكورنر اللي فوق، ممكن اصلا ما تشوفهاش، ولكن برضو بالنسبه لحد رايح يجيب اقوى موبايل من شركه ابل ويلاقي الموبايل بتاعه اتخربش بدون سبب، فدي حاجه بالنسبه لي مش مقبوله قوي بصراحه. خصوصا ان في الاخر لو كانت ابل اصلا ما غيرتش الفريم بتاع الموبايل ما كانش في حد هيعترض، ما كانش في حد ضد الديزاين اللي فات بتاع الايفون 12 برو على حد علمي. كمان بصراحه الزراير اللي موجوده من الجناب بتاعه الصوت او بتاعه الزرار بتاع الباور هما كويسين مفهومش مشاكل، ولكن مش حاسس ان هي بتديني تكه كده بريميوم. يعني في موبايلات جربتها ارخص من الايفون 12 برو بكتير والزراير بتاعتها بتكون متينه كده وتحسسك ان الزرار مسك نفسه، على عكس هنا الزراير مبططه كده شويه، فالموضوع مش متقبله قوي برضو. ولكن بخلاف الفريم اللي موجود من الجنب دوت اللي هو بيمثل لي معظم المشاكل في الديزاين، الا ان ابل هتفضل ابل، والديزاين بتاع ظهر الموبايل دوت روش جدا وكل مره ببص عليه بكون مبسوط. اوكي، لما نيجي نتكلم عن الشاشه بتاعه الايفون 12 برو، فسنة 2020 هي سنة من السنين اللي حصل فيها تطور كبير في الشاشة من ناحية الريفريش ريت أو التردد بتاع الشاشة. شفنا أرقام أكتر من 60، شفنا 90 وشفنا 120 وشفنا أكتر كمان في موبايلات معينة، والكلام دوت شفناه مع كذا شركة، ولكن للأسف شركة أبل مش واحدة من الشركات ديت. الشاشة في الآيفون 12 برو في حاجات بسيطة كده اتغيرت فيها، زي مثلا الحجم بتاعها بقت بنفس حجم الآيفون 11 العادي مش البرو، 6.1 انش. رغم ان الشاشة كبرت شوية الا ان الاستحواذ بتاع الشاشة هو 86% من الواجهة بتاعة الجهاز، وده طبعا بسبب النوتش العملاقة اللي موجودة من قدام، اللي تعتبر تقريبا واحدة من اكبر النوتشز اللي موجودة في الفلاج شيب بتاعت السنة دي، ان ما كانتش اكبر واحدة فيهم اصلا. رغم ان كان في فترة تسريبات كانت بتقول فيها عكس كده، الا ان فعلا النوتش ما صغرتش خالص، ويعتبر عيب من العيوب الكبيرة اللي في الشاشة واللي مش مقبولة قوي في اقوى موبايل من شركة ابل حاليا. ولكن طبعا بما ان النوتش لسه موجودة فاكيد لسه عندنا الفيس اي دي اللي يعتبر واحد من اكتر الحاجات السكيور اللي تفتح بيها موبايلك، ولكن هو برضه مش بيشتغل احسن حاجة. يعني لو انت لابس ماسك او كمامة ما تتوقعش ان موبايلك هيفتح بالفيس اي دي. بالنسبة للشاشة نفسها بقى فهي شاشة سوبر ريتنا من نوع اوليد، والشاشة ديت هتكون ممتازة جدا لبعض من الناس اللي بتحب الالوان الواقعية مش الالوان الفاقعة اللي احنا متعودين عليها مثلا من الشاشات بتاعت سامسونج او كده، هتحب جدا الشاشه ديت. لكن انا عن نفسي بكون ميال شويه للالوان الفاقعه اكتر اللي بنشوفها مثلا من شاشات السوبر اموليد في موبايلات اوبو او من موبايلات سامسونج حتى، ولكن ده برده ما عمليش ازمه كبيره لان الشاشه هنا مناسبه لتعديل الصور والالوان بتشوفها حقيقيه، مش بتشوفها مثلا فاقعه زياده او باهته اكتر، لا هنا الوان حقيقيه. لكن بما اننا عندنا اصلا شاشه كويسه فكنت اتمنى ان انا اشوف مثلا اختيار في الاعدادات بتاعه الموبايل تخلي الالوان مثلا فاقعه شويه شبه الشاشات السوبر اموليد او كده. فعشان كده بقول ان في جزء كبير من الناس هتحب الشاشه ديت، ولكن في ناس تانية اللي هي مش بتحب الالوان العاديه، بتحب الالوان الفاقعه ومتعوده عليها اكتر، ممكن تحس ان الشاشه ديت عاديه. بالنسبه للسطوع بتاع الشاشه فالشاشه بتوصل لغايه 1200 نتس بره البيت لو في مثلا اشعه شمس قويه او كده، والشاشه كمجمل هي كويسه جدا كموبايل فلاج شيب، ولكن في موبايلات ب 10000 جنيه شاشتها احسن من الايفون 12 برو عادي جدا. فالشاشه بتاعت الايفون 12 برو خصوصا السنه دي مع وجود شاشات كتير بتيجي بتقنيه ريفريش ريت عالي، مش حاسس اللي هي شاشه ترقى لمنافسه بقيه الفلاج شيبز اللي من بقيه الشركات بصراحه. عشان اكون واقعي هي شاشه كويسه ولكن في احسن بكتير في موبايلات تانية من شركات تانية. ولكن الحاجه الجديده بقى اللي ابل اضافتها هنا في الايفون 12 برو هي طبقه السيراميك شيلد، ودي باختصار عباره عن طبقه كده بتحمي الشاشه من الكسر. بالتالي لو انت مش حاطط جراب شبهي كده والموبايل وقع منك، احتماليه ان الشاشه تتكسر
بتقل، لكن ان الشاشه تتكسر غير ان الشاشه تتخربش. معظم الناس اللي جربوا الموبايل دوت من غير ما يحطوا عليه سكرينه الشاشات بتاعتهم اتخربشت بسرعه جدا. عشان كده انا من اول يوم جبت الموبايل حطيت عليه سكرينه ومش عايز اشيلها، لان فعلا في ناس كتير بتقول ان الشاشه بتتخربش بسهوله جدا، رغم ان الشاشه بتستحمل الكسر ولكن هي برضو لسه بتتخربش بسهوله. وطبعا الشاشه هنا بتدعم المحتوى ال HDR والدولبي فيجن اللي احنا ساعات بنشوفه على نتفليكس او ابل تي في. فبصراحه الشاشه هنا فاجئتني، انا كنت متوقع شاشه ادائها احسن من كده، ولكن الشيء بقى اللي انا ما كنتش متوقع اللي هو حلو كده في الايفون 12 برو هي السماعات بتاعته. سماعات ستيريو، واحده من تحت وواحده من فوق، الاتنين بيدوك صوت اول حاجه عالي والكواليتي بتاعته ممتازه جدا. وعموما في الاربع موبايلات الجداد بتاع شركه ابل كل ما حجم الموبايل بيصغر كل ما السماعات بتبقى اوحش شويه، وكل ما الحجم بيكبر كل ما السماعات بتبقى احسن. فانت عندك احسن سماعات موجوده في الايفون 12 برو ماكس، وكل ما بتقل مثلا تروح للايفون 12 برو العادي السماعات برضو بتقل شويه لغايه الايفون 12 ميني. ولكن مع ذلك تجربه السماعات في الايفون 12 برو العادي مش الماكس هي ممتازه جدا، وحقيقي واحده من احسن السماعات اللي انا جربتها في اي موبايل في حياتي، ان ما كانتش اصلا احسن واحده عشان الكواليتي بتاعت الصوت مش مكتومه كده، لا تحسها فعلا سماعات نظيفه جدا. وبرده مع ذلك اتوقع ان في النسخه البرو ماكس السماعات هتكون احسن من هنا بحاجه بسيطه. اوكي خلينا كده نقف هنا ثانيه واحده. احنا اتكلمنا على التصميم وانا قلت ان التصميم فيه شويه حاجات مش عاجباني شبه الفريم، وده ما كنتش متوقعه من ديزاين الايفون 12 برو. بالنسبه لخيالي جوه كده فاكر ان هو هيبقى حاجه بيرفكت ما فيهوش اي غلطه، ولكن طلع فيه شويه عيوب بصراحه. وبرده اتكلمنا عن الشاشه اللي انا كنت متخيل في دماغي كده اللي هي هتطلع برده حاجه جامده جدا، لان دوت اكبر واغلى موبايل من شركه ابل، ولكن طلعت الوانها بصراحه بالنسبه لي برده مش اروش حاجه. انا بميل للالوان اللي بتبقى فاقعه شويه، او الالوان اللي بالنسبه لي كده بتحسسني ان الموبايل دوت الوانه حلوه جدا، مش هي الحاجه اللي هتخليني اروح اجيب الايفون 12 برو، خصوصا في 2020 واحنا بنشوف شاشات 120 هرتز والموبايل دوت لسه بيجي بشاشه 60 هرتز. فاللي هو لغايه دلوقتي احنا ما شفناش نقطه معينه الايفون 12 برو بيلمع فيها. لكن لما نيجي نتكلم عن الاداء فهنا الايفون 12 برو مش بس بيلمع، ده كمان بيهين اللابتوب بتاعي اللي ورا اللي بعمل عليه مونتاج للفيديوهات بتاعتي، فعليا بيهينه. حقيقي ابل كده متوجهه ناحيه طريق كده في اجهزتها الجديده، اذا كان الايفون او الماك بوك مثلا، مش ده مش ماك بوك لكن الماك بوك عموما بتاعهم متوجهين كده في حته ناحيه الاداء في مكان مفيش حد موجود فيه اصلا. الابل بايونيك A14 ده البروسيسور اللي موجود جوه الايفون 12 برو. بالنسبه لي كجورج ده اقوى بروسيسور انا جربته في حياتي موجود جوه موبايل. اظن في ناس كتير هتتفق على النقطه ديت او ممكن ما تتفقش على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو، ولكن اكيد هتتفق معايا ان دوت واحد من اقوى المعالجات اللي موجوده في العالم بالنسبه للموبايلات. البروسيسور دوت مع 6 جيجا بايت رام بيديك قنبله اداء في الموبايل، تقدر فعلا تعمل على الموبايل حاجات بالهبل. خلينا نتكلم على حاجه. اول حاجه الالعاب عملنا لها فيديو كامل، يعني انت بتتكلم في اقوى موبايل من شركه ابل، فانت اي لعبه تنزلها توقع ان اعلى اعدادات للعبه هي اصلا معموله للموبايل دوت اللي هو اقوى موبايل من شركه ابل باقوى معالج من شركه ابل. فانت عندك كل الالعاب بتلعبها زي الفل على اعلى اعدادات مفيش اي مشكله. ممكن ترجعوا تاني للفيديو بتاع الالعاب اللي انا عملته عشان انا كنتش عايز اطول من الريفيو بتاعت الموبايل، فقلت اسبق واعمل فيديو كامل بالنسبه للالعاب. انت ممكن تعمل يعني اديت لفيديوهات 4K و8K كمان والموبايل يشغلها لك ويرندرها لك على الموبايل نفسه، انك تعمل مونتاج او اديتنج لفيديو على موبايلك باستخدام برامج معينه، والفيديوهات دي تكون مثلا 4K او 8K كمان، اللي هو اصلا حاجه مفيش كاميرا عندي بتصور 8K حتى الان، فلو انا مش قادر اوصل لها اصلا اللي انا اصورها، ولكن جربت اعمل اديت لحاجات 4K الموبايل بيعمل لها اديت كده عادي بسهوله ولا كاني في حاجه اصلا. ده غير كمان تجربه التنقل ما بين التطبيقات، مثلا انا بكون بفتح تطبيق انا فاتحه من يومين قبل كده او من يوم، ان الموبايل عادي بيرجع لي للتطبيق وفاكر انا كنت فاتح ايه، ما عندوش اي مشكله. فاللي هو الكلام دوت انا ما كنتش بشوفه في حياتي كتير بصراحه، يعني عشان اكون واقعي معاكم. واكيد برضو تجربه التصفح مثلا من فيسبوك لانستجرام لتويتر الحاجات ديت فوق الممتازه على الايفون 12 برو، مفيش كلام في النقطه ديت خالص، ان الابلكيشنز ديت كلها معموله مخصوص عشان الموبايلات بتاعه ابل واولهم الايفون 12 و12 برو، على عكس موبايلات اندرويد فيسبوك بتكون عامله الابلكيشن دوت لملايين من الموبايلات المختلفه، مش لموبايل او الاثنين، لكن هنا انت الابلكيشن معمول مخصوص لموبايلك، فده بينتج عنه ان التطبيق بتاع فيسبوك او بتاع انستجرام مش بيلاج ومش بيعلق شبه الاندرويد. فاحنا حقيقي بالنسبه للاداء بتاع الموبايل انا من رايي احنا شفنا
طفره كبيره السنه دي من شركه ابل عموما. انا شفت كده من منظوري انا، عشان انا جاي من موبايل اندرويد وموبايل ايفون قديم. انا اخر موبايل كنت استخدمه من شركه ابل كان الايفون 6 اس، ولغايه قبل ما اجيب الموبايل دوت كنت بستخدم فعلا الايفون 6 اس. ولكن بالنسبه للناس اللي معاها ايفون 11 هي ممكن ما تحسش بفرق عادي. الموضوع بالظبط عامل مثلا وكانك معاك عربيه ورايح من اسكندريه لغايه مثلا القاهره، فانت محتاج مثلا 10 لتر بنزين، فالناس بتوع السنه اللي فاتت معاهم اوريدي 15 لتر، فهم معاهم بزياده. جم بقى السنه دي حطوا يعني 15 كمان، فبقى معاهم 30 لتر بنزين. فلو انت كان معاك يعني بنزين يكفيك، ولكن هم حطوا بنزين زياده بقى، فانت بقى معاك بزياده. ما دام زي ما انت قلت كده الحركه ديت ممكن الناس اللي معاها ايفون 11 ما تحسش بيها. امال ايه لازمتها؟ لازمتها اكتر تحصين من المستقبل. يعني اظن كمان 4 سنين الموبايل دوت هيكون فيه فرق ما بين ادائه واداء الايفون 11 برو، نتيجه لان كل التطبيقات وكل الابلكيشن بتكون اتقل في المستقبل. فانا اتوقع ان في المستقبل اداء الموبايل دوت هيفرق عن اداء الايفون 11 برو. وبرضه خليني اقول لكم ان دوت بنشوفه كل سنه، يعني كل سنه بنشوف تحديث قوي ولكن ما بيبقاش في فرق قوي ما بين الايفون الجديد والايفون اللي قبله غير في حاجات بسيطه. فديت اصلا استراتيجيه ابل، فاحنا متعودين عليها. طبعا انا كده بتكلم على الاداء بتاع الموبايل نفسه، مش على السوفت وير بتاع الموبايل اللي هو الاي او اس، وده ممكن نتكلم عليه في فيديو كامل لان هو حوار كبير لوحده. طيب نيجي بقى للنقله الخاسره بالنسبه لينا كمصريين ومعظم العرب عموما، وهو الشبكات في الايفون 12 برو. من اكبر الحاجات اللي ايفون 12 برو المفروض بيتميز بيها هي ال 5G. انا عندي في الموبايل عشان انا جايبه يعني اول ما نزل، وجايبه من بره مصر، جايبه من امريكا، ففي من جنب كده شبه مكان موجود المفروض دوت ليه شبكات ال 5G والحاجات ديت اللي احنا هنا في مصر فعليا مش بنستفيد بيها خالص. احنا بنتكلم في نقطه كبيره جدا. اصلا شركه ابل بتعمل دعايه للايفون 12 برو عشان بيجي ب 5G. الميزه الكبيره دي خدها كده حطها في الزباله لان احنا مش هنستفيد بيها. بل بالعكس انا لاحظت بصراحه ان الشبكه بتاعه الايفون 12 برو اللي معايا مش احسن حاجه بصراحه. يعني ساعات كده بتلاقيها 3 شرط، مع اني كل الموبايلات اللي انا بستخدمها الباقيه يعني الشبكه عادي فل جايبه كل الشرط بتاعتها. طيب سبب رئيسي من الاسباب اللي خلتني اشتري الايفون 12 برو هي كاميراته، لاني من خبرتي في الموبايلات انا حقيقي ما بشوفش كواليتي بتطلع من الفيديوهات في الموبايلات عموما زي اللي بتطلع من اي ايفون، مش بس الايفون 12 برو. ولكن الجمدان بتاع الكاميرات كل سنه بيزيد اكتر واكتر. فخلينا نتكلم دلوقتي عن الكاميرات. اول حاجه لازم تعرفها ان الاربع كاميرات الموجودين هنا هم 12 ميجا بكسل، الكاميرا السيلفي، والثلاث كاميرات اللي موجودين في ظهر الجهاز. الثلاث كاميرات اللي بيطلعوا الصور فعلا خرافيه من حيث كل حاجه. مع اول صوره بورتريه خدتها في الايفون 12 برو وانا عرفت ان الموبايل دوت في حته تانية خالص بالنسبه للكاميرات اللي انا جربتها في بقيه الموبايلات. انا لما قعدت كده عشان اكتب السكريبت بتاع الفيديو بتاع النهارده انا فعلا مش عارف اقول ايه عن الكاميرات غير اللي هي كاميرات تقريبا ما بتقدمش غلطات او بتغلط قليل جدا. من اول الدقه بتاعت الكاميرا والدايناميك رينج بتاعها لغايه الفوكس اللي بيبقى ممتاز جدا حتى في الفيديو وفي الصور حتى بالليل بسبب اللايدار سنسور الجديد اللي موجود في الايفون 12 برو اللي احنا هنعمل له فيديو كامل عن المميزات اللي انت ممكن تستخدم فيها اللايدار سنسور دوت. حقيقي الشهر اللي قعدته مع الايفون 12 برو وانا مستمتع بكل صوره بصورها بالموبايل دوت، وبحاول اروح اماكن على قد ما اقدر عشان عايز اصور بالموبايل دوت. مش بس الصبح، ده كمان بالليل بالنايت مود الممتاز جدا اللي بيقعد لغايه 30 ثانيه لو انت مثبت الموبايل على ترايبود، وكل دوت ممتاز جدا. ولكن من كام يوم كده وصل ابديت للايفون 12 برو خلاه يقدر يصور صور رو. الناس اللي بتحب التصوير هيكونوا عارفين يعني ايه انك تصور صورة رو ومش بالكاميرا بتاعتك، انت بالموبايل بتاعك بتصور صورة رو الحجم بتاعها لوحده بيكون 60 ميجا. فانتوا متخيلين كمية المعلومات اللي موجودة جوه الصورة. وباختصار للناس اللي ما تعرفش يعني ايه صورة رو، فهي صورة فيها معلومات كتير جدا، فبالتالي لما تيجي تعمل لها ايديت انت ممكن بقى تبين السحاب اللي وراك او تفتح الشخصية او تغمقها. ده يعني شرح باختصار كده. الخاصية انك تصور صور رو ديت ممكن تستخدمها في الكاميرا الخلفية العادية او الوايد او التليفوتو، وكمان في الكاميرا السيلفي. وخليني اقول لكم ان خاصية تصوير الصور الرو ديت لما استخدمتها بقى مع النايت مود لمدة 30 ثانية خلتني فعليا اقدر اطلع صور
في عز الضلمه وكانها في عز النهار. كل الصور اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت متصوره في الظلام الباحت، مفيش ولا سنه نور. الموبايل قعد 30 ثانيه عشان يصورها، وبعد كده بايديت بسيط عرفت اطلع الصور ديت. وبالمناسبه النجوم اللي باينه في السماء انا ما كنتش عارف اشوفها بعيني لوحدها، والسحاب بيتحرك لان الصوره قعدت 30 ثانيه، فالسحاب الطبيعي اللي هو بيتحرك، فالصوره مش مهزوزه ولكن السحاب بيتحرك. كمان السنه دي عندنا نايت مود في الكاميرا الاماميه، ممكن تاخد سيلفي بوضع النايت مود. فحقيقي لو قعدت اتكلم من هنا لبكره على الكاميرات بتاعه الايفون 12 برو انا مش هخلص، لان هي فعلا عجباني جدا. طبعا بالنسبه لتصوير الفيديو، فانا لو هصور حاجه بره البيت انا اسهل لي بكتير اخد الموبايل دوت عن اني اخد الكاميرا دي كلها، لان هو فعلا بيطلع فيديوهات ممتازه جدا. عملنا بيها فلوج كامل زي ما انا قلت لكم، ممكن تروحوا تشوفوه. حقيقي كاميرات ممتازه جدا اذا كان في الفيديو او في الصور، وممكن نعمل اكتر من فيديو كمان نتكلم فيه عن الكاميرات. البطاريه هنا 2815 ملي امبير، وللاسف من اول ما جبت الايفون 12 برو استخدمته كاستخدام شخصي ليا، فانا كل يوم بشحنه تقريبا مرتين. الموبايل عمره ما كمل معايا يوم كامل كده وانا بستخدم الموبايل استخدام شاق خالص. يعني انا حتى معظم الالعاب اللي بتعدي ما بلعبش على الموبايل بتاعي، ومع ذلك البطاريه بتفصل. فالبطاريه هنا فعلا مش من نقط القوه بتاعه الموبايل خالص، على عكس السنه اللي فاتت كانت البطاريه كويسه. فانا بصراحه مش فاهم ليه ابل راحت من بطاريه كويسه لبطاريه مش احسن حاجه. مش فاهم بالظبط هم عملوا ايه، ولكن البطاريه هنا مش اقوى حاجه هتشوفها بصراحه. حتى في الايفون 12 برو ماكس البطاريه احسن من هنا، ولكن برضو اضعف من السنه اللي فاتت. فهو عموما الموديلات بتاعت السنه دي بطاريتها مش زي السنه اللي فاتت، بل بالعكس هي اوحش. مدخل الشحن هنا هو لسه اللايتنينج اللي احنا على طول بنشوفه من شركه ابل، والشحن اللي موجود هنا هو شاحن 20 واط. بصراحه في الاول ما كنتش متقبل الموضوع دوت، بما اني اصلا جاي من شاحن 65 واط، فبالنسبه لي الموضوع يعني قليل جدا. ولكن بعد كده اكتشفت اني اصلا بما اني البطاريه صغيره فهو الموبايل بيشحن بسرعه شويه. يعني تقريبا الموبايل بيشحن من 0 ل 100% في ساعه وربع كده مثلا، فهو شحن عادي مش سريع ومش بطيء، ممكن سريع شويه. ولكن من رايي الطفره اللي شركه ابل عملتها هي الماك سيف بتاعه الايفون 12 برو، وهي شبه باب كده بيفتحه لنا شركه ابل عشان نشوف المستقبل، ونشوف ان ممكن قدام يكون في موبايلات جايه من شركه ابل من غير ما داخل اصلا خالص، ووايس جايه بالشحن الوايرلس. انا عن نفسي لسه ما جربتهاش لغايه دلوقتي، ولكن اكيد لما اجربها هديكم ابديتس على انستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن، او ممكن نبقى نعمل فيديو عن الموضوع عشان انا بصراحه ناوي اجربها قريب جدا. طيب نيجي بقى للتسعير، وهنا انا شايف الموبايل فعلا بيلمع في حته التسعير، لاني على عكس كل السنين اللي فاتت السنه دي الايفون 12 برو سعره زي ما هو، في حين ان كل الموبايلات المنافسه اذا كان من شركه سامسونج اذا كان من شركه هواوي من اي شركه سعرها بيغلى. احنا عندنا اغلى او اقوى موبايل من شركه هواوي ب 1400 دولار، عندنا اغلى موبايل من شركه سامسونج اللي لسه هينزل في شهر 3 اللي جاي، التسريبات بتقول برضه هو هيكون في رينج 1400 دولار، وعندنا اقوى موبايل من شركه ابل ب 1000 دولار، والنسخه البرو ماكس ب 1100 دولار. فاللي هو دي اسعار كويسه جدا بصراحه من رايي. طبعا انا بتكلم على سعر الموبايل الرسمي مش اسعاره في مصر، لان اسعاره في مصر ديت بصراحه تهريج. انا بصراحه ما انصحش اي حد اللي هو يشتري الموبايل دوت لو لقاه اغلى من سعره بكتير، لا يعني حاول باي طريقه تجيبه من مكان يكون موجود فيه بسعره الرسمي عادي جدا، اذا كان بقى حد من بره او كده. انا الموبايل وصل لي مصر بعد ما نزل رسميا في العالم كله ب4 ايام تقريبا، فممكن ابقى اعمل فيديو احكي لكم عن التجربه ديت عموما. يعني بالمناسبه كنا من اوائل الناس اللي تعمل له انبوكسنج في مصر، فهتلاقوا اللينك بتاع الانبوكسنج فوق برده في الاي اللي فوق على اليمين. الفكره كمان ان التسعير دوت انت مش بتاخد بيه الايفون بس، انت بتاخد سنه مجانا لخدمه ابل تي في، 3 شهور مجانا لخدمه ابل ميوزك، و3 شهور مجانا لخدمه ابل اركيد. خدمه ابل اركيد بتاعت العاب، ابل ميوزك طبعا معروفه بتاعت الموسيقى وكده، وابل تي في عليها بصراحه شويه برامج روشين شويه، ولكن هما مش كتير برضه بصراحه. لكن فكره كمان ان ابل بتديك هدايا وخدمات فوق الموبايل اللي انت بتجيبه، ديت حركه برضه روشه قوي منهم. طيب من الاخر كده خليني اقول لكم رايي في الايفون 12 برو. طيب رأيي الأخير في الآيفون 12 برو، بصراحة أنا مبسوط جدا بتجربتي مع الموبايل دوت، ومش ندمان أبدا اللي أنا اشتريته، ولكن أنا مش حاسس إن ديت النسخة البرو بتاعت السنة دي. لو أنت عايز تجيب أحسن موبايل من شركة أبل حاليا فهو الآيفون 12 برو ماكس النسخة الأكبر، أنت هتاخد بطارية أكبر وكاميرات أحسن شوية بالنسبة للكاميرا الوايد، وهتاخد كمان سماعات أحسن. صراحة بالنسبة لي لقب البرو لايق أكتر على الآيفون 12 برو ماكس. طيب ممكن الايفون دوت عشان ما فيهوش الخاصيه ديت فهو ارخص شويه، لا هو برضه بسعره الطبيعي.
الموبايل اللي يطلق عليه اللي هو موبايل رخيص فعليا هو الايفون 12 العادي او ال 12 ميني، بيجي بنفس الخصائص ديت كلها مع فقدان الكاميرا التليفوتو اللي مش كل الناس بتكون محتاجاها، وطبعا السنسور بتاع اللايدار وشويه مميزات في الفيديو، ولكن بيجي بنفس الشاشه بنفس البروسيسور بنفس الكاميرتين الوايد والكاميرا الاساسيه، نفس الكاميرا سيلفي، نفس كل حاجه. فالايفون 12 برو بيجي في حته كده في النص، ولا هو برو قوي ولا هو بيقدم قيمه مقابل سعر بالنسبه لابل. ولكن لو انت شخص كده شبهي مش هاممني ان انا اخد مميزات زياده مقابل ان انا اخد موبايل كبير يضايق ايدي، وانا اصلا ما بحبش الموبايلات الكبيره، وفي نفس الوقت مش عايز افقد المميزات بتاعه الفيديو لان انا اصلا شاري الموبايل دوت عشان اصور بيه فيديوهات كتير، وفي نفس الوقت مش فارق معايا الفلوس الزياده شويه اللي انا هدفعها. وفي الاول والاخر اهم حاجه احنا محتاجينها من الموبايلات بتاعتنا اللي هي تبسطنا، واللي احنا نكون راضيين عن التجربه بتاعه الاستخدام بتاعتنا معاها. فمن الاخر الايفون 12 برو رغم المشاكل والعيوب اللي فيه اللي انا ممكن اكون متقبلها جدا قدام المزايا اللي هو بيديها لي على الايكو سيستم الرهيب اللي انا بدات اخش فيه ورجلي بدات تتحط كده على اول الطريق، فانا مبسوط جدا بيه، واظن ان انا هكون مستخدمه كموبايلي رئيسي يعني لغايه ما ربنا يسهل واجرب موبايل تاني يكون مرضي بالنسبه لي اكتر من الايفون 12 برو. ولكن حتى الان الموبايل دوت هو الموبايل المناسب بالنسبه لي. دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا في الكومنتات ايه رايك في الفيديو. انا متاكد ان الفيديو بتاع النهارده دوت احنا تعبنا فيه جدا وقعدنا فيه وقت طويل عشان نصوره ونعمل له مونتاج، فانك تعمل له شير ديت حاجه هتدعمنا جدا، وانك تقول لنا رايك في الكومنتات على الحاجات اللي نحسنها ده برده بيساعدنا جدا. لو انت مش عامل لي فولو على انستجرام فاحنا قعدنا نصور صور بالهبل بالموبايل دوت ونزلناها على انستجرام، وبرده بنطلع منه على طول ستوريز هناك، فلو انت عايز تشوف اكتر تجربه تصوير الفيديو هتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. شكرا انكم شفتوا الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.